نفسك تعملي كاتشب في البيت ويطلع معاكي بالجمال والتحفة اللي انت شايفاها ديت. تعالى اقولك على الطريقة سهلة جدا وموفرة، ومش هتلاقي الطريقة دي في اي حتة، وبجد احلى من الكاتشب بتاع بره. هتعملي الكمية دي كلها، وبصي الجمال والكاتشب اللي نازل. والعلبة دي انا مش شارياها، العلبة دي انا عاملاها، وهوريكم دلوقتي الكاتشب اللي انا عاملاه. بجد لا هتعرفي تجيبيه من بره ولا هتجيبي الطعم دوت. اللي هتعمليه في البيت احلى بكتير وصحي جدا، ولولادك حاجة كده تحفة. يلا جربي كده معايا. من كيلو طماطم هتطلعي الكمية دي كلها، وهيوفر معاكي كتير جدا. ولو عايزة تفرزيه رمضان هنفرزيه رمضان مع بعض. وتعالوا كده نسموا الله، ولايك وشير وسبسكرايب للقناة. وما تنسوش تصلوا على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. وهتشوفي الكاتشب بالجمال والتحفة اللي انت شايفاها دي، واللون اللي يفتح النفس. جربي ومش هتندمي. هنشوف الخطوات مع بعض. خطواتنا سهلة وبسيطة وبأبسط المكونات، وهيطلع معاكي تحفة جدا جدا. جربي الوصفة وادعيلي في الكومنتات، ولايك حلو منك وكومنت حلو منك عشان تشجعيني. يلا بينا نشوف الوصفة. هنا معايا الطماطم، كنت جايبة كمية عشان اعملها صلصة، واخدت منها حوالي كيلو كده، وصفيت منها المية تماما، ما خليتش اي مية فيها، وحطيتها في الكبة وخلطتها زي ما انتم شايفين كده ناعم جدا. تمام، ولازم تنعميها. خلاص، وجبت كده الطاسة بقى، صينية، حلة، اللي متوفر عندك هاتيه. خلاص، ولازم تجيبي كمان وانتي بتصفي تكون المصفى بتاعتك ضيقة جدا، عشان خاطر ما ينزلش اي بذور ولا اي حاجة في الكاتشب بتاعك. خلاص، ولازم تصفي الطماطم حتى لو جبتي الكيلو وسويتيه على النار، قطعتيه وسويتيه على النار. لازم برضو تصفيه من المية بتاعته اللي طالعة منه. تمام، صفيت الكمية زي ما انتوا شايفين كده بالحلاوة والشكل التحفة اللي انتوا شايفينه دوت. ورفعتها على النار. اول ما غليت معايا نزلت بنص معلقة توم باودر، نص معلقة بصل باودر، نص معلقة ملح، ونص معلقة فلفل اسود، ونص فنجان من السكر، وربع فنجان كده من الخل. خلاص، ونقلب كده بقى الكاتشب بتاعنا تقليبه حلوه. لسه مكوناتنا ما خلصتش، ولكن مكوناتنا سهله. وامشي بالتفاصيل وامشي بالمكونات مظبوطه، هيطلع معاكي احلى كاتشب. هتعمليه في البيت لولادك، هيعشقوه جدا جدا، وهتفرزي منه رمضان. وهقولك تفرزيه ازاي. خلاص كده قلبت زي ما انتوا شايفين كده بالشكل التحفه دوت. خلاص، بعد كده بقى ايه، جبت هنا مع ربع فنجان من الميه، ومعلقه من النشا، ودوبتهم كويس، ونزلت على الكاتشب بتاعي وقلبته. هنا معلقه من عسل الجلوكوز، وديت مهمه جدا، هتديكي نفس قوام الكاتشب بتاع بره، والطعم احلى بكتير. جربي ومش هتندمي. بصي شكل الكاتشب عامل ازاي، بجد يفتح نفس. فتفي عليه وسيبيه لما يبرد بالشكل اللي انت شايفاه دوت. وبعد كده ابقي عبيه زي ما انت حابه، اي بقى حاجه عايزه تعبي فيها براحتك. خلاص، فهنا بقى هنجيب يعني انا خلاص كده برد، وعندي العلبة دي بتاعت الكاتشب كانت موجودة مع عندي في التلاجة، فغسلتها وصفيتها، وهعبيها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه. خلاص، وجبت الكيس من اكياس التلاجة، وهعبي فيه الكمية اللي انا عايزة افرصها. لو عايزة تجيبي 3 كيلو 4 كيلو طماطم تعمليهم كاتشب وتحطيهم في الفريزر، عبي في الاكياس بتاعت التلاجة، وقفلي وسيبيهم. لما تيجي تطلعي الكيس على قد الاسبوع بتاعك. تمام، يعني ممكن تعملي 4 اكياس يكفوك شهر رمضان كله. فهنعبي كده بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، كيس كده، مطلع منه الهواء، واربطه بالشكل دوت، والبرطمان هفضي فيه شويه اللي باقيين. وده كان شكل الكاتشب، وده قوامه تحفه جدا. جربيه بجد مش هتندمي. طعم ولون وريحه وقوام حاجه كده تحفه. هتحطيه على البطاطس بتاعتك هيبقى في حته تانية خالص. وشكل البطاطس وشكل الكاتشب كمان موجود كده قدامك يفتح النفس. يا رب الفيديو يكون عجبك، ولو عجبك شير كتير لاصحابك وحبايبك عشان كله يستفاد. مع السلامه.